تعالَ أقول لك إزاي لو أنت ما عندكش خبرة برمجية ومش عارف تشتغل على LinkedIn، جِبت لك النهارده حل جوجل أوبان. جوجل أوبان حرفيًا يقدر كمان يعمل لك work flow بدون أي خبرة برمجية، بس للأسف في حاجة إن هو ما بيشتغلش في البلدان العربية. فأنا النهارده جايب لك حل إن أنت تشغّله في البلد بتاعتك، وكمان تقدر إن أنت تكتب له بس أنت عايز تعمل إيه زي ما أنت شايف، وكمان يقدر يطلّع لك النتيجة 100% زي LinkedIn بالضبط. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن جوجل بال اكتب لي بس كلمه تم وهبعت لك الشرح مجانا، ويلا بينا نبدا الفيديو. اهلا بكم من جديد، معاكم نور خليل من ان ان بالعربي. النهارده باذن ربنا هنتكلم على حاجه مهمه جدا الا وهي جوجل اوبال. واللي ما يعرفش جوجل اوبال، هي اداه من جوجل طورتها ومسؤول عن الاتمته، وتقدر كمان ان انت تديها برومت، ماشي، وهي تدي لك الورك فلو اللي انت عايزه. زي ما انت شايف كده، انا جيت اجرب، قال لي للاسف ان الاداه دي مش متاحه في البلد بتاعتك. طب انا رحت حملت بلجن. البلجن دي اسمها في بي ان، او الاسم بتاعها فري في بي ان فور كروم، ماشي. هتروح تكتب فري في بي ان فور كروم اهو، وتروح تحملها على الكروم بتاعك وتختار الدوله امريكا. جميل، وتسجل عادي بجوجل، مفيش اي مشكله، واداه تحت التجربه. بس عايز اقول لكم الاداه رائعه. انا رحت عملت ايه؟ انا صراحه رحت على شات جي بي تي واديته ورك فلو من الورك فلو اللي انا عاملها. والورك فلو اللي انا عاملها دي عباره عن ان انا بروح اكتب له، او سوري اسف، ببعت له فيديو، تمام. وكنت منزل الورك فلو ده على القناه، والفيديو يتحلل ويقول لي الفيديو ده عباره عن ايه، ماشي. انا رحت قلت له ادي الورك فلو، اعمل لي برومت للورك فلو ده. فعلا شات جي بي تي بدا ان هو يديني الورك فلو برومت، ورحت خدت البرومت ده ورحت حطيته هنا ودوست انتر. جميل، واداني فعلا لينك. اللينك ده جيت فتحته، ماشي، بدأ فعلا ان هو يقول لي هات اللينك زي ما هنشوف كده. يعني هروح دلوقتي ادوس على شير، كوبي لينك، اروح احط اللينك اهو. هيبدأ يفتح لي الورك فلو بتاعي عادي زي ما انت شايف، فيديو انالايزر. هدوس على كلمة ستارت، هنا بيقول لي ابلود الفيديو. طبعا هنا ممكن يديني يوتيوب وان انا ابلود الفيديو. انا جيت اجرب صراحه اليوتيوب ما اشتغلش، بس انا رفعت فيديو اشتغل عادي. رحت رفعت له الفيديو ده فيديو لجرين لاندسكيب، ماشي. في بيوصف يعني اللاندسكيب اللي موجوده. هو دلوقتي بيعمل انالايز للفيديو، وبعد ما يديني انالايز للفيديو هيبتدي ان هو يديني ايه، ريبورت. بيقول لي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن فيديو من 8 ثواني، بيتكون من ماونتين لاندسكيب. هو فعلا في جبال وفي لاندسكيب، بس انا خايف ان انا افتح الفيديو عشان الكوبي رايت، ماشي. يعني انا لو فتحت لك بس الفيديو كده اهو زي ما انت شايف. وبيقول لي ايه تاني؟ بيبقى فيه ده موجود في اوروبا وهكذا، واداني كل حاجه عن اللي موجود في الفيديو. حتى التجربه اللي احنا عملناها اداني نفس الايه، نفس النتيجه. جميل. طيب انا دلوقتي عشان اشتغل عليه ازاي بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي نشتغل عليه. اول حاجه انت هتخش على اوبال دوت جوجل دوت كوم، او اكتب بس في جوجل كوبال، هيطلع لك اول لينك هتدوس عليه. بعد ما تشغل الفي بي ان هتسجل بجوجل، وهيطلب منك ان انت تاخد او ياخد منك اكسس على جوجل درايف عشان يرفع لك الحاجات دي على جوجل درايف. زي ما انت شايف هو عامل لك جاليري لحاجات اللي هو مجهزها لك. هو هنا مثلا عامل جنريت بلاي ليست، فاشن ستايلست، سوشيال ميديا بوست. تعال نخش مثلا على سوشيال ميديا بوست. هنا ده ورك فلو. بيعمل ايه الورك فلو ده؟ طبعا هنا بتحط البيزنس بتاعك، لينك البيزنس بتاعك. هنا مثلا بيديك جنريت للبيزنس سمري، بيخش يعني على اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتك وبيديك زي بريف عنها. بعد كده بيعمل كابشن وادي تكست، وكمان بيعمل صورة. بعد ما بيعمل صورة بيبتدي ان هو يوريك الصورة بتاعتك. طبعا انت لو عايز تزود، شايف النقطة دي، انت ممكن تدوس عليها وتبدأ ان انت تروح تختار انت عايز تعمل ايه. يعني هنا مثلا اوت بوت، مخرج جديد، يعني حاجة من الحاجات اللي انت دخلتها هنا انت عايز تخرجها، ماشي، زي الصور. تدخل داتا، ماشي، تدخل تكست، او ان انت تديله برومبت معين وهو هيبدأ ان هو يجنريت البرومبت ده. طب حلو كل الكلام ده. هل هيفرق ما بينه وما بين ان ان؟ اه طبعا. فانا لو رحت الان ان طبعا، زي ما انت شايف ان ان بيبقى عباره عن ورك فلو. انت محتاج ان انت تفهم الادوات عشان تعرف تعملها.
فخليني مثلا نانو بانانا، خلينا اجيب اللي هو الفيديو بتاع نانو بانانا اللي احنا نزلناه. فالورك فلو ده كان عباره عن نانو بانانا بنعمل ايه؟ بنعمل تعديلات على الصور. وزي ما انت شايف احنا المفروض عارفين كل التولز دي عشان نعرف نعمل الايه فيديو او نطلع الصوره اللي احنا عايزينها. طب حلو كل الكلام ده. انا دلوقتي مثلا محتاج ان انا اعمل نفس الكلام ده بس في جوجل اوبال. فانا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اروح على الاي اي ايجنت. انا كنت ان هو اتعامل زي سيستم مسج للايجنت بتاعي بحيث ان هو يفهم هو دوره ايه. جميل. فانا ممكن اخد البرومت ده واروح احطه هنا. ماشي. بس هقول له اعمل لي برومت زي ده بس لجوجل اوبال. فانا هقول له ميك برومت فور جوجل اوبال. طبعا يعني جوجل اوبال هيستخدم طبعا نانو بنانا بكل سهوله لان هو نفس الايه نفس الكلام. ماشي. فانا هروح اخد البرومت ده. خليني اخد البرومت ده واروح على جوجل اوبال. طبعا انت بتخش ان هو بتقول له كرييت نيو. جميل. وبيفتح معاك وبتبتدي ان انت تدي له البرومت. هنا احط له البرومت اهو وابدا ان انا ادوس وهيبدا ان هو يشتغل معايا. بص هو هنا بيقول لي خلي بالك انت في حاجات احنا مش هنعرف ان احنا نعملها بس انت ممكن تجرب ان انت تكتب الايه البرومت ده. خلاص خليني اروح اخد الصوره دي. ماشي. واقول له رايت ان ايمج. اكتب لي اللي في الصوره. ماشي. خليني اخد البرومت ده واروح احطه هنا وادوس انتر واشوف هيشتغل ولا لا. بدأ ان هو يشتغل اهو معايا. ماشي. عمل اهو الورك فلو. والخطوه الثانيه ان هو هياخد الانبوت دي تمام ويبدأ ان هو يخرج لي المخرج بتاعي ويوريني الصوره في الاخر. طب تعالوا نجرب الورك فلو ده مع بعض. هدوس على شير الاب واقول له خليه بابليك. مفيش اي مشكله. احنا الحاجات دي وليده اللحظه يا جماعه. يعني احنا هنستخدم الورك فلو ده لاول مره ما عملناهوش قبل كده. ماشي. فخلينا ناخد كوبي للكلام ده ونعمل بيست كده ونشوف هل هيشتغل معانا زيه زي ان ان ولا لا. طبعا هنا بيقول لي ستارت. هيبدا ان هو يطلب مني الصوره الاولانيه. لو تفتكر معايا انا كنت المره اللي فاتت كنت عامل صورتين اهو. ادي الصوره الاولانيه. ماشي. فيرست ايمج. بيقول لي هات بقى الصوره الثانيه. نجيب له الصوره الثانيه. كنا جايبين صراحه صوره الرئيس بتاع كوريا. رئيس كوريا. مش عارف بقى الشمالية ولا الجنوبية. أظن الشمالية. هو معروف. في صورة حلوة اهي دي. هروح أجيب الصورة بتاعته. مبسوط أوي. وخليني أروح على الورك فلو بتاعي أبلود الصورة أهي. ماشي. وهبتدي نيكست. هنا بيقول لي بقى اعمل لي بقى البرومت. خليني أكتب له برومت مثلا ادمج الصورتين. رئيس كوريا مع ترامب واجعلهما يسلمان على بعض وورائهما صواريخ نووية. ده كان البرومت صراحة اللي أنا كنت عامله. مش عارف هو ممكن يقبل عربي ولا لأ بس أظن هيقبل عربي عادي. هيبتدي إن هو يجنريت الصورة زي البرومت يعني اللي إحنا عملناه يعني الورك فلو اللي هو بتاع نانو بنانا ده. ماشي. هو نفس الورك فلو بس على إيه؟ على هيئة أوبال. خلينا نشوف كده. هو دلوقتي خلص وهيقول لي دلوقتي هوريك الصورة. تعالوا كده نشوف مع بعض هل هيفاجئنا في فايل اهو. خلينا ندوس على داونلود الفايل والصورة اهي بدأت تظهر. ماشي. هنا الصورة ظهرت اهي. الاتنين بيسلموا على بعض. ماشي. زي نانو بنانا بالظبط ومجاني على فكرة. كل ده مجاني. على الأقل نانو بنانا هناك في الورك فلو بتاع ان احنا كنا مستخدمين لو تفتكر في الاي اي وده كان بفلوس. لو تفتكر هنا ده كل ده مجاني وعمل لي الورك فلو. رفعت له الصورتين واداني ايه الحاجة. جميل. فده بالنسبه لاوبان. وحاجه وليده اللحظه على فكره الورك فلو ده انا اول مره اعمله معاكم بصراحه يا جماعه. ماشي.
فحلو جدا جدا جدا. فانا ممكن برضو يعني احتفظ بالكلام ده، يعني زي ما انتم شايفين كده ده الورك فلو، ممكن ان انا احتفظ بيه، ممكن ان انا اشير اللينكات معاكم، ممكن اسيب لكم لينك الورك فلو على فكره تخشوا تستخدموه. ماشي، هسيبه لكم في اول كومنت. وطبعا ده مش نهايه الفيديوهات بتاعتنا، ممكن تنزل تحت وتلاقي فيديوهات تانية كتير. وما تنساش ان انت تشترك في الكورس بتاعنا، عليه خصم 70%. كان معاكم راغب خليل من ان بالعربي. سلام.